المصريين الأحرار يشارك في المؤتمر العربي لمكافحة التطرف بتونس. انتخاب الدكتور محمود العليلي رئيسا للاتحاد العربي الليبرالي. نواب المصريين الأحرار: لن نقبل تفصيل لوائح لخدمة ائتلافات بعينها. علاء عابد: سنطالب بعودة بث الجلسات، ومن حق المواطنين متابعة وتقييم من انتخبوه. نادية هنري تدعو نواب البرلمان للمشاركة في تحيا مصر. داود سليمان: لجنة من وزارة النقل لمعاينة الطرق بالوادي الجديد. أحمد إدريس: بحث مشاكل الصرف الصحي بقرى ونجوع الأقصر. أحمد علي يزور مدرسة المرج التجريبية لحل أزمة المبنى الجديد. جمال عباس يطالب رئيس الوزراء الانتهاء من مشروع الهضبة السكني بأسيوط. خالد عبد العزيز: لجنة لترميم وصيانة كوبري دار السلام. عاطف مخاليف يتقدم باستجوابين بشأن مصنع أجريوم بالمطرية. مصطفى سالم يعرض مشاكل طهطا أمام رئيس الوزراء. إيهاب الطماوي يتقدم بطلبي إحاطة حول ضوابط الأغذية والبناء. سلام الجوهري يتابع قضية المفقودين في رحلات الهجرة غير الشرعية.